علشان أبدأ سريعا مع حضراتكم عايزة أفكركم بأن احنا قلنا من نهاية الأسبوع الماضي أنه لم يعد هناك ما يسمى بتحالف الأهل والعشيرة، ولم يعد هناك ما يسمى مجموعات في الداخل، ولكن أصبح المشهد يحكم بحاجتين: التنظيم الدولي الذي يحرك مجموعات ليس بالضرورة تنتمي للأهل والعشيرة. 2، توجد الشارة الدولية، لأن دي المعركة الأخيرة، تاخد وقت كتير، تاخد وقت قليل، لكن انتم نجحتم. أرجوكم صدقوا ده وخلوا عندكم ثقة في ان انتم نجحتم بالفعل في حاجتين مهمين. أول حاجة تعرية هذا المشروع للأهل والعشيرة وكشفه للواقع المصري ليأخذ قراره، وأخذ قراره بأن هذا المشروع ليس مشروع الشعب المصري، والشعب المصري لا يريده، ونجح في إزاحته. ده النقطة الثانية في نجاحكم. النقطة الثانية أن هؤلاء الأهل والعشيرة لم يعودوا موجودين في الداخل المصري. اللي احنا بنشوفه ده يعني زي الفقافيق اللي ممكن تطلع بعد انتهاء البرد. أنا أسفة للتشبيه بس هو كده. ولأن المشهد دي ملامحه، ولأن التنظيم هو الذي يتحكم، فربما يستعين بمجموعات غير مسيسة على الإطلاق، ربما يستعين ببعض الصفقات، بأي شيء من الأشكال. خلونا أقول لحضراتكم ليه أنا بقول ومصرة إن احنا نبدأ نحفظ إنه تنظيم دولي وإنه شارة، والشارة هي الأصابع الأربعة بتاعت أردوغان، والتنظيم الدولي هو اللي احنا عارفينه. هبدأ معاكم من فكرة المجتمع الدولي والتدخل في الشأن المصري لخدمة التنظيم الدولي. هبدأ معاكم من إن مع ساعات الصباح النهاردة بتوقيتنا، مساء أمس بتوقيت الغرب، أعلنت منظمة العفو الدولية إمنستي، طلعت بيان كانت بتطالب فيه بحاجة مهمة قوي. طلبت فيه السلطات المصرية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وإسقاط التهم المنسوبة إليهم. وقالت إمنستي منظمة العفو الدولية في البيان اللي نشرته بالإنجليزية وتم ترجمته على موقع أصوات مصرية، قالت لابد من الإفراج عنهما ما لم توجه إليهما تهم جنائية معترف بها. ودعت العفو الدولية لإعطاء الناشطين هؤلاء على وجه التحديد حق الوصول إلى ممثليهما القانونيين وعائلاتهما وتوفير كل الرعاية الطبية اللازمة لهم. ولفتت لضرورة ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على حد قول منظمة العفو الدولية. أنا بس عايزة أفكر منظمة العفو الدولية أن النيابة العامة هي من أصدرت أمر الضبط والإحضار لأحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح. والحقيقة يا شعب مصر يا جميل، هذا البيان لمنظمة العفو الدولية لإمنستي اللي خرج امبارح بالليل، لأن النهاردة أولى الجلسات مع الاثنين أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح. أنا مش عايزة أعلق كتير، بس عايزة أقول جزئية كده ننتبه ليها وإحنا بنتعامل مع النوع ده من التدخل الأجنبي في حياتنا. هي ليه منظمة العفو الدولية ما شافتش في المجموعة دي غير علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر؟ هو أحمد دومة مش معاهم مثلا؟ أحمد دومة وحش؟ هم اختاروا اسمين على علاقة بيهم؟ طب الاسمين دول إيه دلالتهم في المجتمع الدولي؟ طب ليه بيعملوا مغالطات على غرار ما يصنعه إعلام الأهل والعشيرة من إن الناس دي مطلوب إنها تتواصل مع محاميها، ومطلوب إن ما تتعرضش للتعذيب بناء على إيه؟ عندهم معلومة؟ عندهم وثيقة؟ ولو عندهم مش المفروض يتعاملوا معاها بالقانون؟ وأنا هسيب بقى الباقي ما بين سطور النوع ده من التدخلات الأجنبية التي لم تعد لا تزعج الدولة المصرية ولا تزعجنا، لأن احنا طموحنا ان احنا نروح لدولة القانون، وأصواتكم انتوا الشعب هو اللي ممكن يظبط أي أداء أو تجاوز فردي من أي مؤسسة كانت. لكن استثمار علاقة هذه الأسر وهؤلاء الأشخاص بالمنظمات الدولية للي ذراع الدولة المصرية أمر مرفوض قولا واحدا. بس أنا بوريكم ليه المشهد في مصر الآن مشهد تنظيم دولي ومشهد شارة دولية.